ومساء الخير لقلوبكم الحلوة، كيفكم؟ طمنوني عنكم، ان شاء الله تكونوا بخير انتم تحضروا الفيديو اليوم. الله يسعدكم يا رب. اشتقت لكم كتير ورجعت لكم بفيديو جديد. اليوم الفيديو كتير حلو ومنوع، ان شاء الله يعجبكم. بتمنى منكم ما تنسوني من دعمكم باللايك، واذا كنتم مشتركين بالقناة اشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس على الكل ليوصلكم اشعار بكل فيديو جديد رح ينزل. اليوم موعدة رفيقتي ننزل على السوق وهيك نتفرج شوي. بتعرفوا هلا الدنيا جاية على عيد، بس كمان بدي انزل شوف هيك شغلات لتين. طلعت له الصيفي انا، فكتير يعني عنده نقص ولازمه قطنيات، لازمه كنزات، يعني البركة هيك. معظم اللي عنده يعني زغرانين عليه، وبنفس الوقت ابني الله يحميه بيهري يعني، فعنده هيك نقص بالاواعي. قلت بفرد مرة بنزل بتفرج وبشوف هيك كل فترة بجيب له كم غرض بالنسبة للملابس الدائمة، وبشوف شو في شغلات للعيد. فحبيت شارك معكم جولتنا بالأسواق. فهيك وقعدتها، وبعدين رحنا على مطعم بالميدان أيام شامية كتير هيك أكله ظريف، وقعدته رايقة وكان هيك فاضي، فالقعدة كتير حلوة. فطرنا فلافل وبعدين طلعنا على المول. هو مول بالميدان السيتي سنتر، كتير حلو انه فيه معظم الماركات. يعني هو بالعموم هو اوتلت، يعني تصافي الماركات الموجودة. هلا هو فيه شغلات حلوة، بس للأسف وقت بتعجبكم شغلة يا بتكون مو العمر اللي بدكم اياه، او بتكون سعرها مثلا مبالغ فيه عن برا، او في ممكن يكون فيها شي ضرب بسيط. يعني هيك صار فينا في شغلات حلوة، بس بدها نزلة هيك على رواق. اذا كان لإلكم بدكم شي فانتو بدكم تدوروا كتير، اما للولاد فمليان بصراحة. وهيك يعني في تشكيلة واسعة، الالوان كتير حلوة هيك الوان الصيف. الاسعار نوعا ما مثل برا، بس في شغلات سعرها لا مبالغ فيه بصراحة. فهيك مرينا على أكتر من محل، شفنا شو في شغلات وشو منزلين. بعدين فتنا شوي على انجليش هوم، تفرجنا شو في شغلات حلوة. كمان في شغلات عاملين عليها تنزيلات بصراحة، بس يعني بعد التنزيلات بترجع مثل برا، بس هن قطنيتهم كتير حلوة. بالنسبة للتياب بالإلسي وايكيكي لا ما في شي حلو بالعادة، يعني ممكن يلتقى شي للمحجبات وهيك. فهالسنة بصراحة القمايش أبدا ما حبيت، يعني هيك بتحسوها مو مناسبة أو مو تقيلة، هيك بتحسوا القماشة كتير مو محبذة بالنسبة لإلي يعني. وهيك كتير في معرقة زيادة، فبصراحة ما لقينا شي. فبعدين هيك طلعنا وكملنا فترتنا بالميدان. هيك فاتح تشكيلات واسعة، يعني في شغلات تصافي لماركات. في عنده بيجامات زارا كتير حلوين، قطنيتهم بتجنن للولاد. ما كان في كتير تشكيلة لعمر ابني، بس لقيت وحدة كمان هيك حلوة أخدتها. في شغلات حلوة هيك خرج البيت، في شغلات هيك خرج مشاوير بسيطة، في شي تقيل في شي خفيف. يعني بتلاقوا التشكيلات وبنفس الوقت الأسعار متوسطة، ما لا كتير غالية، وبنفس يعني في شغلات أسعارها حلوة. يعني بيجامات زارا القطنية كتير حلوة، القماشة حلوة وألوانها حلوة. ب150 كان في شورتات وبناطرين يعني حسب الطقم، بس أي بيجامة كانت ب150، فسعرها كتير مناسب بالنسبة لبرا. أنا شفتهم بزارا غاليين كتير بصراحة، تقريبا 400. نفس المبدأ بس هن بقلب زارا كانوا. هلا بعد فتلة السوق حبيت ورجيكم شو اشترينا. يعني هيك جبت هالكم قطعة لتين. هلا انا اكتر شي ابني ما بيحب نزلة السوق ابدا ابدا، يعني كتير كتير بيعذبني وبيلبكني بنزلة السوق. فقلت انه بخلص من اموره، والمشكلة صعب اني اشتري له ما يكون معي. يعني بصير احيانا القالب كبير قالب صغير، خلص بفضل انه اخذ له ويكون قايس الشي. فهيك يعني بريح راسي من انه تبدله طلع صغير طلع كبير، فهيك افضل. وبصراحة الله يحميه كبران، يعني في له رأي بالموضوع، يعني بيعجبه أو ما بيعجبه. فهيك عم فضل إنه باخده معي على السوق نزلة واحدة ياخد الشغلات، يعني ناخد له الشغلات اللي بده إياها. وبالنسبة للبيجامات القطنيات هي مو مشكلة، بتنجاب لو ما كان مو هالهم، بس التياب الطلعة بتعرفوا يعني صغير كبير مريح أو مو مريح لازم يكون معنا الولد. وبصراحة كتير ما بيحب النزلة السوق مثل ما خبرتكم، فهيك كان نهار متعب كتير بينق بالسوق، ما كتير بحب. خبروني انتوا ولادكم بتحب نزلة السوق أو لا. فهيك جبت له هدول الطقمين.
حسيت الوانه كتير حلوين، هو مو لابس قبل هيك بنتكو، يعني طوله كتير حلو وعجبني الوانهم، تطبيقهم مع بعض كتير حلوين. والبيجامه اللي شفتوها كمان كتير حلوه، قطنيتها خبرتكم هن تصافي زارا كتير حلوين واسعارهم مناسبه. اللهم صل على النبي، قطنيتها كتير حلوه وطباعتها كمان كتير حلوه والوانهم بتجنن بصراحه. بس لعمر ابني ما كان في تشكيله واسعه يعني. وبعد السوق صار وقت الغدا، فهلا فتت بدي صار لي يعني يومين جايبه البزاليات رح ينتزعوا وما عملتهم، ما عم يصح لي هيك انشغلت بنزلات السوق بكم قصه، فقلت رح فصصهم واعمل اليوم رز ببزاليا. هلا انا عاده البزاليا ما بجيبها بصراحه خضره ولا بموسمها ولا بمونها، يعني لا بالموسم بجيبها واطبخها ولا بمونها، لانه هون موجوده بالماركت يعني. اللهم صل على النبي، مفرزه وخضره وكتير ظريفه وسعرها مناسب، وعن جد يعني تفريزهم بخليها هيك بتضل لونها خضرة بتشهي، يعني ما بتحتاجوا انكم تمونوها. بس قلت بما انه هلا هيك موسمها وبتجي هيك طيبة وبلدية، يعني كانت سيارة مارقة فجبت معي بزاليا. فبصراحة هيك قلت رح اطبخها اليوم، بما انه هيك اكلة سريعة، بتعرفوا هيك اكلة الرز ببزاليا هي الاكلة وقت تكونوا طول النهار برات البيت ما بدها شي، هيك بنص ساعة بتكون جاهزة. فهيك بعد ما فصصتهم غسلتهم منيح، وبعدين بدي فور عليهم بملح وسكر هيك بس ليقلبوا قلبتين، بعدين بقليهم مع اللحمة. لبعد ما افور البازاليا بحب اني اغسلها بمي باردة لحتى تضل هيك خضرة ويضل لونها حلو، وتضل البازالياية هيك شادة، يعني ما بتتجعلك او بتدبل او يتغير لونها خلص، يعني متى ما اجت عليها المي الباردة بتضل شكلها حلو ولونها حلو بنفس الوقت. فهيك بعد ما فصصتهم لقيتهم مو كتار، فقلت رح اطبخ الرز لحال والبازاليا لحال وبعدين بطبقهم. هلا احيانا بطبخها انا بصراحة الرز وبازاليا مع بعض، بحس الرز بياخد نكهة طيبة من البازاليا، وكمان هيك بنفس الوقت طيبة وشكلها بيطلع حلو لما نطبخ الرز لحال والبازاليا لحال. على بين ما تتقلى البازاليا واللحمة أنا حطيت ملح وفلفل للبازاليا واللحمة وهيك قليتهم كتير منيح، ورشة سكر لحتى كمان هيك البازاليا تاخد حلاوة طيبة. بعدين عملت الرز، عملته هيك رز طويل. أول شي قليته بالزبدة والزيت، زبدة طيبة هيك حيوانية هي عم جيبها من البيم، عن جد طعمتها كتير طيبة. وبعدين تركته هيك ليتهدى الرز، وبهالوقت قلت لحطهم بهذا القالب لشوف كيف بيطلع الشكل. طلع الشكل كتير حلو، عن جد بنصحكم إذا عندكم قالب جاتو هيك تقدموها بهذا الشكل، خصوصي إذا عندكم عزيمة أو عندكم شي كتير حلو شكلهم بيطلع وهيك ظريف. وهلا على بين ما اسكب الاكل، هلا مثل ما شفتوا حطيت البازاليا واللحمه اول شي، بعدين رز، بعدين طبقت بازاليا ولحمه كمان، بعدين رز اخر شي، وكبستهم شوي بعدين قلبتهم. فهلا على بين ما ينسكب الاكل بدي منكم تحطوا لي لايك، الله يسعدكم يا رب، وتشاركوا الفيديوهات اللي بتحبوها مع رفقاتكم لتساعدوني بانه نكبر القناه سوا، وبنفس الوقت الفيديو يطلع لناس اكثر واكثر. الله يسعدكم يا رب، بعرفكم ما بتقصروا.
بعد ما قلبتهم حطيت على وشهم فستق. انا حمصت فستق عندي للطبخ، يعني فستق ني، وبعدين هيك حطيتهم على وشه. كتير طيب معها، وانتم يعني بتحبوا تزينوها بالمكسرات اللي عندكم كمان بيطلع طيب. كل شي نعمل الحمد لله رب العالمين، الله يديم نعمه علينا. هلا انا بحب دعم الرز ببازاليا لبن بخيار، بحس يعني هيك رز ببازاليا فجنبه لبن بخيار، بحس الطعم يعني متناسبة اكتر من السلطة. ومع هيك في عالم بتحب السلطة جنبها كمان طيبة، بس بحس اللبن بخيار هيك اطيب مع النعناع، وهيك بحط فيه تلج. هلا الدنيا صيف عم حط تلج بسلطة اللبن بخيار، كمان بيطلع هيك بارد وبيبورد القلب. وهيك كان غدانا بعد نهار طويل بالأسواق. الحمد لله رب العالمين، الله يديم نعمه علينا. هلا عادة بيقولوا أكلة الشطاطة مفركة بطاطا، بس أنا بالنسبة لإلي وقت اللي بيكون عندي نهار طويل وهيك برات البيت، فبعمل رز بزالي أول أكلة بتخطر ببالي. وهيك بآخر الليل حسيت إنه لازم دلل نفسي بعد هالنهار الطويل، بغض النظر عن إنه بالسوق، بس مع النق. وطلعت الأولاد بصراحة على الأسواق وعجقة كتير، وهيك تأيسوا. فقلت هيك صار لازم فنجان قهوة يعدل هالمزاج بعد هالنهار الطويل. وهيك بكون وصلت معكم لآخر الفيديو. بحبكم كتير، بشوفكم بفيديو جديد إن شاء الله، وهلا بكون سلام.